ده عود عربي فيه 4 أوتار، وده عود عربي برضه فيه 5 أوتار. الفرق شعرة حرفيا، لكن الفرق البسيط ده كان إعلان ميلاد ظاهرة عربية اسمه زرياب اللي علم أوروبا الاتيكيت. زرياب ما كانش من أصل حر، لكن غالبا عيلته كانت من الحبشة. اسمه الحقيقي أبو الحسن علي بن نافع، سموه زرياب نسبة لطائر الزرياب الأسمراني أبو صوت عذب، لقب كده زي العندليب. في كتاب نفح الطيب بيحكي المؤلف إن هارون الرشيد سمع زرياب بيغني وبيعزف فاتسلطن قوي، ونادى المغنوات بتاعه إسحاق المصلي، قال له اهتم بالواد ده. إسحاق حس إن زرياب هياخد مكانه، فقال له ولا خد العود بتاعك ده واخلع من بغداد لأقتلك. وهرب زرياب على الأندلس في أوروبا، هناك لقى الجو المثالي للإبداع، أضاف وتر خامس للعود عشان يحسن الألحان. ولأن زرياب كان بسكوتة بيرفض الجلفطة، بدأ يعلم اللي حواليه الاتيكيت. مثلا كل فصل في السنة بنلبس له حاجة، الأبيض والكتان للصيف والغامق والصوف للشتاء. علمهم يغسلوا أسنانهم بمعجون مزجه من الأعشاب والنعناع، عمل تسريحات شعر تنفع للرجالة والستات، وحط نظام للأكل بيبدأ بالمقبلات وبعدين الوجبة بعدها التحلية. الراجل كمان عرفهم على المعالق والأطباق والكاسات الإزاز بدل الفضة والمعدن، علمهم يبقوا شيك في كلامهم ويمشوا باعتدال وياكلوا من غير صوت. الراجل كان أمينة شلباية بتاع الأندلس. زرياب اللي بدأ حياته مولى في بلاط السلطان وهرب خوف على حياته، كان في أعماق روحه حرة. أول ما أخد فرصته خلى أكبر الملوك يحتذوا بيه، وزع صيته في الدنيا إنه كان أروش شاب في عصره. قول لنا في الكومنتات أسماء ناس بدأوا زي زرياب لكن تأثيرهم مكمل لحد النهاردة.